بعد غياب طويل عن مصر، الكاتب الساخر يوسف معاطي بيرجع ويعمل حلقة مع عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، وبتيجي مكالمة من الفنان دكتور يحيى الفخراني اللي طلب منه يرجعوا يشتغلوا مع بعض تاني في رمضان 2026. الوعد ده اتحول في لحظتها الخبر لكل اللي بيحبوا الدراما الحقيقية، وبقى كل ما يقرب رمضان الناس بتسأل هو الوعد هيتنفذ امتى؟ بس السؤال الأهم، الناس اهتمت بالخبر ده ليه؟ وليه أصلا يحيى الفخراني يتمنى إن يوسف معاطي يكتب له تاني بعد السنين دي؟ لو رجعنا بالزمن لورا وفتشنا عن شغل الاتنين مع بعض، هنلاقي انهم اشتغلوا دراما 3 سنين، وكل سنة منهم كان بمسلسل. تعالوا نحضر مشروبنا الجميل وندخل عالم اوتوبيا ونحكي رحلة الاتنين مع بعض كانت ازاي. يلا بينا. سنة 2004 بيقدم يحيى الفخراني مسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود، من تأليف سمير خفاجة ويوسف معاطي وإخراج نادر جلال. المسلسل بيحكي عن شخص راجع لوطنه مصر بعد غياب 20 سنة كان محبوس فيهم في العراق، ووقت ما هو راجع بيعترف لصاحبه اللي كان بيشاركه في السجن إنه ما اسموش لطفي الجنايني زي ما الباسبور اللي معاه بيقول كده، وإن اسمه عباس الدميري. اسمي عباس الدميري. مدرس تاريخ ساب مراته اللي كانت حامل وابنه اللي عنده سنة وسافر للعراق عشان يشوف فرصة لزيادة الدخل مع صعوبة المعيشة. ولأنه مدرس عنده ضمير وما بيحبش يزور التاريخ، والتاريخ في البلاد بيتكتب مرتين، مرة في حياة الحاكم ومرة بعد ما يموت. دخل في مشكلة مع المسؤولين هناك وقتها واتهموه بالخيانة، ولما جه يهرب من البوليس قبل ما يقبضوا عليه لقى جثة متشوهة الملامح، راح مبدل باسبوره بالباسبور بتاع الجثة اللي هو لطفي الجنايني، ولما اتقبض عليه لقى انه محكوم على لطفي الجنايني 25 سنة، ولسه جاي يعترف للبوليس انه مش لطفي الجنايني. سمع عسكري بيقول ان الجثة اللي افتكروها عباس الدميري محكوم عليها بالإعدام، فقرر يفضل لطفي الجنايني ومؤبد أحسن من إعدام. وبعد 20 سنة بيرجع مصر فرحان إنه هيروح لأهله، وفي نفس الوقت مرات لطفي الجنايني بيجي لها خبر إن جوزها اللي غايب من سنين طويلة راجع من العراق، فبتفرح عشان هيجي ينقذ ولادها من مشاكلهم الكتير. ولما بتشوف عباس بتعرف إن هو مش لطفي الجنايني، بس ما بترضاش تتكلم عشان خاطر ولادها. وهنا بيضطر يسكت عباس لحد ما يشوف هيخرج من الموضوع ده إزاي. الدنيا دوت. ومع الوقت بيتعلق عباس بولاد لطفي وبيقع في مشاكلهم كأب، خصوصا لما مراته وابنه بينكروا وجوده لأنه معهوش أي حاجة تثبت شخصيته، وبترفض مراته الحقيقية تعترف بوجوده عشان ما تبوظش حياتها وحياة ولادها، وده طبعا بعد ما اتجوزت صاحبه وأولادها ورثوا من عم عباس وحياتهم بقت مستقرة. وبيعيش عباس ما بين عايز يثبت حقيقة وجوده وبين أسرة تانية محتاجة وجوده كأب. عبال محمد علي ما كان في مصر المحروسة بيعد الجند بيدرب العسكر عشان يلحقوهم. المسلسل بيقدم كوميديا نظيفة مع رسالة قوية ما فيهاش أي فلسفة يفهمها كل واحد بسهولة وتدخل قلبه. المسلسل لحد دلوقتي كل ما يتعرض الناس تتفرج عليه وكأنه عرض أول، وبيتحط من ضمن عدد من المسلسلات اللي الجمهور بيشتاق ليهم. شوف انت بقى بالنص جنيه الغلبان اللي معاك ده قدرت تجيب ايه؟ عيش مفقع وطعمية سخنة، منتهى المتعة. وهنا يحيى الفخراني اللي قدم قبل المسلسل ده مسلسلات كتير حلوة بس كانت معظمها جادة، بيدخل بعباس الأبيض قلوب الناس بمسلسل اجتماعي كوميدي هادف، والمسلسل بيعلق مع الناس وبيقدم ممثلين كتير، منهم اللي كان المسلسل ده وش السعد عليه زي دنيا سمير غانم اللي رغم انها مثلت مع دكتور يحيى قبلها في مسلسل العدالة وجوه كثيرة غير مسلسلات تانية منها شارع عماد الدين، لكن مسلسل عباس الأبيض قدر يحطها في منطقة مهمة للمشاهد، وكانت الخطوة الأولى الحقيقية اللي هتخليها تتربع في قلوب الجمهور لحد دلوقتي. كمان المسلسل قدم الحارة بشكل جميل، ورغم انها كانت بشكل مبسط لكن فكرتنا بالحارة بتاعت اعمال اسامة انور عكاشة وخلتنا نتعلق بشخصيات الحارة. وقدم الرائع حسن مصطفى اجمل ادواره الدرامية على الاطلاق، شخصية عم طاهر. وحاجة كده على جنب، الراجل ده اللي هو حسن مصطفى كان صاحب مدرسة رائعة في الكوميديا، وخصوصا كوميديا رد الفعل، ودي مش بسهولة تضحكك لانها شعرة ما بين خفة الدم والاستظراف. عموما هيجي يوم نتكلم عنه باذن الله. راجل ومعلق بيت فيها حاجة دي. نرجع لدكتور يحيى ويوسف معاطي ونجاحهم الكبير في أول تعاون ما بينهم. بيروح بعدها دكتور يحيى يعمل مسلسل مع كاتب رائع محمد جلال عبد القوي، وهو مسلسل المرسى والبحار، كان في رمضان 2005. لكن المسلسل ما نجحش لأسباب ممكن تتقال في حلقة لوحدها، عشان يجي السنة اللي بعدها 2006 ويقرر يعيد التجربة مع يوسف معاطي، بس يوسف كان مجهز له نوع تاني من الدراما عشان يجربوه مع بعض، وهو النوع اللي بيميل ليه يوسف معاطي، الدراما اللي ممزوجة بالسياسة. وقدموا المسلسل المظلوم من وجهة نظري سكة الهلالي، وكان إخراج محمد فاضل. وليه بقول مظلوم؟ لأن المسلسل ده نادرا لما بيتذاع، ومفهوم إن الوجبة السياسية اللي فيه بتقلل من عرضه، من ناحية الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، فاحنا هنركز على العمل دراميا وملناش دعوة بالباب.
اهلا بكم في الطريق الوحيد واول كلامي سلام. مسلسل سكة الهلالي بيحكي عن دكتور مصطفى الهلالي، أستاذ الجامعة ورئيس حزب الفضيلة وإعلامي مشهور بيقدم برنامج الطريق الوحيد، واللي عايش الشهرة بكل بساطة وراحة بال مع مراته المحامية هناء وأولاده عبد الحميد وزينب. بيضغط عليه أعضاء الحزب وأسرته إنه يترشح عن دايرته اللي اتولد فيها كفر أصالة، واللي بيسيطر عليها عطية الساعاتي. واللي ما يعرفش عطية الساعاتي هو عضو في حزب الوحدة، وده الحزب اللي مسيطر من الآخر في الانتخابات. وكل دورة بينجح بطرقه المعروفة، بس المرة دي غير لأنه داخل قدامه مصطفى الهلالي اللي الكل بيحبه وعارف إن كده كده خسران قدامه. فبيستخدم عطية كل الطرق الغير مشروعة عشان يشوه سمعة الهلالي، لكن ما بيقدرش، ويفضل اسم الهلالي بيزيد أكتر وأكتر، وبتبقى نجاحه في الانتخابات مسألة وقت مش أكتر، لحد ما بتروح له الحزب الراقصة المعتزلة سعاد السيفي وبترمي قنبلة في وشه لما تقول له إن بنتها اللي عندها 20 سنة ومستهترة تبقى بنتهم هما الاتنين نتيجة ليلة حصلت من 20 سنة وهو مش في وعيه، وبتقول له انه لازم ينقذ بنتهم نانسي من شله الشباب الصايعه اللي بتسهر معاهم. وبيفضل مصطفى الهلالي يلف ورا نانسي، وده بيعرضه لاحراج كبير لما بيتشاف من ناس كتير في اماكن مشبوهه. وهنا مصطفى بيخاف من كل حاجه وعلى كل حاجه. بيخاف على شكله وسمعته، وبيخاف من الناس البسيطه اللي كان محمي بحبهم. خاف على الكرسي اللي ياما اتريق على ناس اللي خافت عليه، ولما خاف كذب، والكذبه جابت كذبه لحد ما الكذب بقى كل حاجه في حياته، وبقى الكذب هو الطريق الوحيد في حياته. حتى الكرسي اللي كنت بتريق على الناس اللي بتخاف عليه انا كمان خفت. يحيى الفخراني في المسلسل ده غير من جلده، زود جرعة السياسة، وده خلى ناس كتير وقتها ما كانتش مستعدة أو على الأقل مش مدركة اللي بيتقال فبعدت عن المسلسل. وناس تانية كانت شايفة إنها حابة يحيى الفخراني في الجو العائلي الاجتماعي زي المسلسلات اللي قبله، عباس الأبيض، أوبرا عايدة، الليل وآخره، حتى جحا المصري. بس الحقيقة إن المسلسل رغم الجرعة السياسية لكن كان بيقدم طابع اجتماعي ورسالة اجتماعية ممكن ضاعت وسط الكم الهائل من السياسة، وهي إن الحاجة اللي بتحصل للإنسان في الماضي بتأثر عليه في المستقبل، وإن الأخطاء اللي أنت شايفها صغيرة لو ما عالجتهاش في وقتها ولحقتها من البداية هتتحول لكوارث. يمكن المسلسل ده لو رجع الناس اتفرجت عليه بهدوء ممكن تلاقي ضلتها فيه، ويكون من أهم مسلسلات دكتور يحيى الفخراني. من سجن وادي النطرون اهلا بكم في الطريق الوحيد واول كلامي سلام. بس لحد ما يحصل تعالوا نخش على سنة 2007، وهي السنة اللي بعدها على طول، اللي بيقرر فيها يوسف معاطي يقول للناس لو المشاعر الاجتماعية ما ظهرتش في مسلسل سكة الهلالي تعالوا بقى خدوا جرعة كاملة من مشاعر اجتماعية وكوميدية وحب وحزن، كل حاجة موجودة وبنسب مظبوطة بالميزان. والميزان هنا هو قلم يوسف معاطي، وكان العمل الثالث هو يتربى في عزه الشهير بحمادة عزه، وإخراج مخرج الدراما المتميز مجدي أبو عميرة. انا اسف جدا على التاخير، اسف يا جماعه. المسلسل بيحكي عن حمادة اللي من عيلة ليها اسم كبير قوي وليهم قصر كبير في المعادي، واللي عايش هو ومامته ماما نونا لوحدهم في القصر. وحمادة رغم انه عدى 60 سنة لكن بيتصرف كأنه شاب مراهق، ولسه ماما نونا بتدلعه في السن ده. وبنعرف انه ما بيعرفش يتحمل مسؤولية اي حاجة، وان كل حاجة هي اللي بتعملها له. والحاجة الوحيدة اللي بيعملها حمادة بنفسه انه يتجوز ويطلق، يتجوز ويطلق طول الوقت. مرات حمادة نمرة كام بقى؟ وعنده حسام وداليا من الجوازة الأولى، وعنده إبراهيم من جوازته من الخدامة، وإنه مش مهتم بيهم ولا بيفتكرهم ومهتم بحياته وجوازاته. وبسبب دلع ماما نونا الزيادة مع حمادة بيضيع كل الورث اللي كان عنده من أبوه، وحتى محل الألعاب بتاعه مديون ومقفول وكل حياته بايظة. وبالمناسبة دكتور يحيى هو اللي طلب من يوسف معاطي إنه يكتب له قصة عن أب هو اللي عديم المسؤولية مش الأولاد زي كل مرة بتتعمل، فطلعت شخصية حمادة. وفي الوقت ده برضه كان يوسف معاطي بيمر بظروف صعبة جدا، وهي تعب والدته ووفاتها، فطلعت ماما نونا. واللي يعرف يوسف معاطي يعرف قد ايه كان متعلق بوالدته، لدرجة انه من اشهر البرامج اللي قدمها زمان كان برنامج الست دي امي، وده كان برنامج تكريم لكل ام. ربنا يبارك في كل ام معانا ويرحم كل ام راحلت. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. اما حماد عزه يفضل يغلط وماما نونا تشيل وراه، يغلط وتشيل وراه، يغلط عاشر وتشيل وراه، لحد ما بترجع بنت عمه نوال من ألمانيا بعد وفاة جوزها وتيجي تقعد في القصر اللي بنكتشف انه قصرها هي، وانها كانت سايبه ماما نونا تعيش فيه عشان هي اللي ربتها. وبتكون نوال شخصيه جاده مختلفه عن حماده خالص رغم انها كانت بتحبه وهي صغيره. وبنلاقي نوال انها مخليه ولادها الصغيرين يعتمدوا على نفسهم عكس حماده
في الاول بترفض نوال ان حماده يقعد معاها هي وماما نونا في القصر، وبعد ما يلف حماده ويطلق ويتعب بيرجع ويوافق على شروط نوال عشان يسكن معاهم ويبقى جنب ماما نونا، ويستمر القط والفار بين حماده ونوال بشكل ممتع للجمهور، لحد ما بيلاقي حماده حل يكسب بيه فلوس كتير تحل مشاكله. بس ده كان ضد موافقه ماما نونا، والاول مره ماما نونا تعارضه وتمد ايديها عليه. ما تدخل السجن، ما تتحرق بجاز. المسلسل ده مس كل الناس، ويمكن من اكتر المسلسلات اللي اتعملت في تاريخ الدراما المصريه خدت نقد ايجابي سواء من النقاد او الجمهور. المسلسل كان كل حاجه فيه مظبوطه وموجوده في مكانها بالظبط، ودكتور يحيى ابدع في الدور كعادته، وطبعا غير شخصيه ماما نونا اللي حبها الناس بشكل رهيب وابدعت فيها الراحله القديره كريمه مختار. وكفايه اقول لك ان في حلقه وفاه ماما نونا في المسلسل المصريين كانوا في حاله حزن شديد، وكانهم فقدوا شخص مهم في حياتهم. وكالعاده الصحافه وقتها انفردت قبل نهايه المسلسل بوفاه ماما نونا اللي ضايق كل فريق العمل، وخرجت الاستاذه كريمه مختار قالت ايه الفايده من حرق المسلسل للجمهور. حماده حماده الجامد قوي. بعد كل النجاح اللي حصل ليهم في اعمالهم اللي فاتت كان طبيعي نشوف روح الود والحب اللي كانت بين الدكتور يحيى الفخراني والمؤلف الجميل يوسف معاطي، واللي بسببه حصل الوعد بانهم يكرروا الشغل مع بعض للمره الرابعه، وده خلى الجمهور متحمس لاي خبر جديد عن مسلسل رمضان الجديد. والسؤال اللي بيشغل كل الجمهور اللي حبهم، هل لما يرجعوا يشتغلوا مع بعض هيقدموا حاجه حلوه زي زمان، ولا خلاص الزمن اللي فات انتهى وما بقاش فيه جديد منهم يتقدم؟ ادينا هنستنى اي خبر عن عمل يجمعهم في رمضان 2026. والكل اللي كمل لحد هنا شكرا ليك، ولو عجبتك الحلقه دوس لايك وشير عشان نوصل بالحلقه لاكبر عدد من الناس، واكتب لنا في التعليقات ايه اكتر مسلسل ما بينهم حبيته ليهم. ولحد ما نتقابل تاني افتكر دايما مع ووتوبيا حكاوي الفن ما بتنتهيش. سلام.